خلاص هو كده شغل بابجي وشغل القصة دي كلها. خلاص اللعبة كده تقريبا نزلت، حتى لو احنا جينا على المين اهو خلاص اوبن، مش ابديت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين الكرام، عاملين إيه؟ أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات القناة، وأنا غايب عنكم بقالي فترة، ولكن للأسف دي كانت خارجة عن إرادتي، وأنا بعتذر جدا إن أنا غبت عليكم الفترة الطويلة دي كلها، ولكن إن شاء الله بإذن الله هيكون في عودة من جديد. طبعا في ناس هتقول لي أنت عندك مشتركين إيه يعني، ده هما 1000 بس عشان خاطر تقعد تتكلم كده؟ أقول لهم والله ال1000 دول أهلي وحبايبي وناسي اللي واقفين في ظهري واللي دايما بيشجعوني واللي بيعملوا لي لايكات واللي بيحطوا لي كومنتات، وانا سعيد بيهم حتى لو ما عنديش غيرهم. وطبعا اتمنى طبعا ان انا اوصل ل100,000، ولكن ده بمجهودكم ومجهود الناس اللي بتشوفني كلها. عشان ما نطولش في الحلقه اكتر من كده، حلقه النهارده عن ايه، واتمنى ان شاء الله ان هي تفيدكم، ويلا بينا. طيب بالنسبة للمشكلة اللي بتقابلنا وفيديو النهاردة، طبعا هو حل لمشكلة ال 16 بت ابليكيشنز. طبعا دي حلها بسيط جدا. يعني انا مثلا عندي لعبة بابجي او اي ابليكيشن، يعني كان عندي ابليكيشنز كتير جدا على الجهاز مش شغالة، والحل ده انا لقيته. تمام، ان الرسالة دي بتطلع لك لما تيجي تشغل الابليكيشن. فهو هنا بيقول لك ان الابليكيشن ده او الفيتشرز ديت اللي في الباص الفلاني مش قادرة تشتغل، او عشان خاطر incompatibility with 64 bit version of Windows. اوكي، طيب ده بيحصل ليه؟ بيحصل بسبب ان طبعا بيكون في فيروس دخل عندك على الجهاز وتأثر بيه البرامج اللي موجودة، ولما تشال ساب زي temp applications files كده، يعني مش هيقدر يشغل البرامج دي. فخلينا نشوف ايه الحل. حلها بسيط جدا. احنا هنخش على الباص ده سي بروجرام فايلز. اوكي، سي بروجرام فايلز، هات الباص ده كده، سي بروجرام فايلز تي اكس جيم اسيستنت يو اي. طبعا ده اساسي في تشغيل الجيم. احنا كده هنضطر ان احنا ننزل الابليكيشن من اول وجديد. طبعا دي كلها برامج زي دي كده، ولكن هي متفيروسة، فانت مش هتقدر ان انت تعمل حاجة غير ان انت ممكن تشوف ان انت ممكن مثلا تعمل compatibility وتقول له run الكلام دوت مثلا as a Windows 8 و run this program as administrator. خلينا نشوف هل هينفع ولا لا. اوكي، نقول له retry، وطبعا هيعمل retry ويحاول يشغل الابليكيشن ده، وهنشوف نفع ولا لا. طبعا ما نفعش. طيب لو احنا جينا حلينا الوضع بتاعنا هنا وجيت شلت ده وقلت له اوكي وقلت له تراي، طبعا هو هنا مش هيلاقي الابليكيشن وهيبتدي ينزل بابجي بالانجن بتاعه من اول وجديد. اهو شايفين عمل ايه؟ نزل الانجن بتاع بابجي. تمام، اهو غير ال3 فايلات اللي احنا عملناهم او اللي احنا شلناهم اللي كان فيهم المشكلة. تمام، حلك الوحيد في الحالة دي انك انت تعمل رينستول للبرنامج، وان انت تخلي ابليكيشن ممكن لو انت عندك الاي اكس اي بتاعه تبدله، او ان انت لو عندك البرنامج السورس بتاعه ترجع تنزله تاني وتسيب الاعدادات زي ما هي، هتفضل اعدادات البرنامج زي ما هي. خلاص هو كده شغل بابجي وشغل القصة دي كلها. خلاص اللعبة كده تقريبا نزلت، حتى لو احنا جينا على المين اهو خلاص اوبن، مش ابديت. تمام، فاحنا كده حلينا المشكلة دي، لان طبعا انا دورت على النت ولقيت حلول كتير جدا. يعني لقيت على الويندوز ريبورت هنا حلول، تمام، ولقيت على برضو الويندوز كلاب حلول، ولقيت في مواقع تانية بقى. يعني دورت كتير جدا. حلها الوحيد انك انت تدلت الابليكيشن دي. ممكن يكون في نسخة باك اب من البرنامج او حاجة،
بكده يكون حل مشكلة الفايل او مشكلة ان هو بيديك المسج دي، لان المسج دي بتعطل الابليكيشن ان هو يعني يشتغل. اتمنى يكون شرح النهارده عجبكم، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من فيديو النهارده. وما تنسوش لو لسه ما عملتش اشتراك في القناه يا ريت تدعمنا بان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. اشوفكم على خير.